السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض صوابع زينب بمقدار كوباية، مقدار سهل وبسيط خالص. وفي سؤال عايزة اسأله، هما ليه سموها صوابع زينب؟ اللي يعرف التعليقات يقول. زي ما انتم شايفين كده، شكلها من بره ناشفه خالص، كريسبي كده من بره، ومن جوه طريه ودايبه في العسل بتاعها. بسم الله ما شاء الله، تحفه. مش هتشتريها من بره تاني خالص، هتعمليها بمقدار سهل وبسيط. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصراحه تحفه. شايفين؟ يلا مع بعض نشوف طريقتنا النهارده لعمل صوابع زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي كوبايتين من السكر، السكر العادي خالص، وكوباية ونص من المية، كوباية ونص من المية. وهنزل عليهم بعصرة ليمونة وشوية فانيليا، وهرفعهم على النار لحد يعني لمدة 12 دقيقة بالظبط، على النار متوسطة لمدة 12 دقيقة. لازم يبرد الشربات تماما، يعني تعمليه قبلها بساعة أو بساعتين. حطيت كوباية إلا ربع دقيق سمولينا، دقيق البسبوسة العادي، وهنزل عليه بكوبايتين ونص من الدقيق العادي بتاعنا. شايفين؟ حطيت كوبايه الا ربع دقيق بسبوسه او دقيق السمولينا، وهنزل عليهم بكوبايتين ونص من الدقيق العادي، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من السكر وذره ملح، بين صوابعك كده ملح. وهنزل عليهم كمان بنص معلقه صغيره خميره. ما تزوديش في الخميره علشان الجو حر وما تنفش منك في الزيت وحجمها يتضاعف وشكلها مش هيبقى لطيف يعني. ونص كوبايه سمنه سايحه. هقلب المكونات كده الجافة مع بعض. هنزل عليهم بنص كوباية من السمنة سايحة، سمنة عادية خالص، مش سمنة بلدي، سمنة عادية. هفركهم كده مع بعض كويس لحد ما يبقى معايا يعني كأنها بتبس فيها كده، كأنها عجينة بسكوت، لا كأنها عجينة كعك. بتبسيها كده، بتدخلي السمنة فيها كويس. شايفين شكلها اتغير معايا ازاي؟ اول ما احس ان السمنه كده اختلطت بالدقيق كله، هعجنها بالميه. ده شكلها بعد ما خلصت خلاص. حسيت ان السمنه كده دخلت في كل العجين. هنزل عليها بالميه تدريجيا. الميه مش هقدر احدد كميه الميه، لان نوع الدقيق ممكن يختلف نوع عن التاني. يعني هي خدت ما يقارب النص كوبايه معايا ميه بالظبط. حاولي كده ما تعجنيش كتير، عشان عجين السمولينا ما بحبش العجن. ما تعجنيش فيها كتير عشان تنجح معاكي. هلفها كده لفه، حاول ان انا الم العجينه بس. وانزلي بالميه تدريجيا، ما تحطيش الميه كلها مره واحده، لحد اما تشوفي العجين معاكي عامل ايه في ايدك، ملمسه كويس. والعجينه ما بتبقاش طريه ولا ناشفه. عجينه صوابع زينب ما ينفعش تطلع معاكي طريه او ناشفه، يعني وسط، عشان تعرفي تشكليها كويس مش تسيح منك. هنزل كده بالميه لحد ما العجينه تلم معايا خالص، زي ما انتم شايفين كده. وانتوا تتفرجوا عليا كده وانا بعجن. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس والكومنت الحلو. انتوا مقصرين معايا في الكومنتات بصراحه، من زمان كده ما حدش بعت لي كومنتات كده تفرح قلبي. شايفين؟ كده شكلها كده بعد ما خلصت. هسيبها تستريح 5 دقايق بس، مش هسيبها تخمر، تستريح بس 5 دقايق علشان تشكل معايا كويس. هنا هقطعها القطع الحجم اللي انا عايزاه. آه بس يفضل تطلع صغيره، قطعها صغيره كده عشان ما تكبرش منك في الزيت. وعندك مصفى، اي مصفى عندك زي ما انت شايفه كده بالشكل ده، اي مصفى عندك هتفرديها بالراحه خالص على المصفى. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده هتفرديها. معلش عشان التليفون وجع بس. هتاني معاكم. هتفرديها بالشكل ده كده رول، هتلفيها وصوابعك تحت بكل سهوله، تتقفل معاكي بكل سهوله خالص. ما تخافيش، مش هتفك منك في الزيت. بمسكها كده على طرف المصفى وبلفها كده، بتلف معايا بكل سهوله. شايفين؟ شايفين سهله ازاي؟ طريقتها بسيطه جدا يعني.
هعمل معاكم كمان واحده كده عشان مش هطول عليكم الفيديو، وهخلصها كلها وارجع لكم تاني. شايفين طريقتها سهله خالص. بتحطي صوابعك كده في صوابعك الثلاثه قدام، وبتسحبي بتلفي معاكي على طول على اي مصفى عندك موجود. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الكميه كلها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عندي هنا زيت غزير على نار متوسطه، ما تعليش النار، نار متوسطه خالص. وبنجليها كويس، يعني بتحمريها كويس في الزيت. شايفين ما فكتش معايا خالص، الحجم بتاعها بس اتضاعف شويه صغيرين علشان الخميره مش كبر زياده عن اللزوم. شايفين؟ وما بتشربش زيت خالص، يعني الزيت هيفضل معاكي زي ما هو لحد اخر واحده. شايفين لونها اتغير ازاي؟ حاولي تهدي عليها النار عشان تستوي من جوه كويس وتطلع معاكي ناشفه من بره. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله. اول ما تاخد معايا لون كده، اللون المناسب الذهبي الجميل كده، هطلعها على مصفى عشان تتصفى. لو فيها زيت ولا بواقي زيت او حاجه واحنا بنطلعها تتصفى تماما. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله. ما بتاخدش معايا وقت خالص، يعني ما بتاخدش معايا وقت، يعني دقيقتين كده او اقل من دقيقه ونص كده تطلع معاك على طول من الزيت. هنزل كده بالمره التانية، بهدي النار على الزيت تماما، وبنزل كده زي ما انتم شايفين. شايفين ما بتفكش معايا ازاي؟ تفضل معايا زي ما هي حجمها بيتضاعف شويه بس مش زياده على اللزوم، يعني ده الحجم المناسب. هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني عشان مش هطول عليكم الفيديو. ده بعد ما خلصنا ما شاء الله. شايفين الحجم بتاعها، الكميه بتاعتها ما شاء الله. الكوبايتين ونص وكوبايه الا ربع من دقيقه عملت دقيق السمولين، عملت معايا كميه حلوه ازاي ما شاء الله. شايفين؟ وده الشربات اللي احنا عملناه مع بعض. هنزل كده بنص الكميه في الشربات وهسيبها لمده دقيقتين. هقلبهم كده كويس، واسيبهم لمده دقيقتين يشربوا كده من الشربات كويس. كده بعد ما سبتهم دقيقتين بالظبط هطلعها على طبق. شايفين؟ شربت كده من العسل بتاعها ما شاء الله، الله اكبر. انا كان نفسي بصراحه اسمعكم صوت الخبط بتاعها وهي نازل في الطبق، ما شاء الله مجرمشه لحد اخر واحده. دي المره التانية. لازم العسل او الشربات يبرد تماما، يعني ممكن تعمليه لو هتعملي الوصفه دي من الصبح، ممكن تعمليه من بالليل عادي قبلها بساعتين 3. لو مستعجله ممكن تعمليه وتحطيه في التلاجة يبرد. لو انت مستعجله الوصفه ديت او حبيتي ان انت تعمليها وعايزه تعملي شربات، تعمليه وتحطيه في التلاجة يبرد براحته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.